دمسسو مسواتا بحر نفتدفسو إرترا بعدنا نكسيت دمسسو مسواتا بحر نفتدفسو زخوركم تساتفتي التراسي كتشان أسران سلستن سلام كما يحدثكم وعبد حنساكم مو سلام تاب المقدمين كتشان أسران سلستن نقول لاتنا نهزمنا عمت سجان رهوان كتكون لنا داقم سنايت منيت نزلاسن سيمبوزمنا جمنا أشكر لك أسعبه أبزق منا هجرا ودحنا في إرترا أول سنة هم تسببوا وان كايزر سيمبوزيوم مستطاف كندا أوروبان أمريكان مساكم أمسكن أبزي أبتحت موحس دحنتين علاونتين إرترا زي التما بزعبه هلو كنتات نيتان نفكر هجرنا نزتاي كوني جزءات حكين نتكال أدمعت كنا بالمسلسات دحنتان العلاونتان موحس أبركتون مبار حبراو سراح زخيل حبراو بايتان متطاح تأكيدنا لنا نلعب 6 عمتات حزب إرترا استناو حكينات هجرا وحرمنت زيبتاوي تشكونان قداماوي ورارن تساوي للدحر عوت برتاو قالسن 5 عمتات ناسونتن تدرب حدقا زيبتاوي تشكونان قداماوي ورارن لحزب إرترا مسيرتاو سوء دحنة أحرمو سوء كنتاتو أبقاديتو من قصاو سلطان جبيتو ويمنتيلو السقاقاري مزنتو بمتحاس هذا حساد والكملاخي نهزب إرترا كم مقاوريا كحز لإرترا كم بحتاو قلتو كم محدر نمن قصاو هبتن هقراو صقاتاتن كم ولقاو نبرتو كعدل مسيرتاو حرنتاتن مسلاتن زيقاتات كحرم صنيعو حزبنا أبتم نهيوتو زم محدرون من نوابقو زوسنون ميلاتاتن تكباراتن زخونا دمسي يقولون السرعات أبتحت المهمون قلبابنا هاقراو دحنت أرميناو ملكي عنقيرو بوليتيكاون قطباون ما أدى عزيو هاقر نزيلو نتبركوت هاقراو تقاتات كل كوني أقد داسي جيو استراتيجياوي جيو قطباوي جيو بوليتيكاو بليشاتات إرترا بمتكام هاقر كمعبيل يكون من نبابرو حزبه كمحيش أيكالن كندوز خانه أبت علاليا هاقراو قدايات أكايدا وانين من بستن من قستاو فاينانسن لو تيدللو قلتون تحتاتنا محدادرا أتاويتاتن وطايتاتن من قستهولو قبوي أتاويتات نايت العل أتوزلو صلات عدنا أما علام مبربارن داقم من هناسن نايت زعنو قطبا كوبون كوعد يقبا حزب إرترا كاب أدرع من مقرار درارلت بتكابو مقنن
كجلاجل الله وجهي حزبنا بحسن تدوينه كتماتاتنا ودباتنا أبكنا قناة تشميمن كماسنا تريتو استدوّن هنصاتاتنن استبقابل صرقاتاتنن أفتصم بلشت كركر نسرعات زنور تريه نتعب عبيت هاقراو قطبا لعول أقداسنا زلو صلات هنصا ننوح وان تنبيل زسنح إقدا تقصبت بملعال يتزلو أوات على حسرة منبري عبايتك فتح يقبع نتنوح وانات قدس المنقراصات ما ختمتان المقبار بصوص محداث سرعة تقرب كون عدلا ساعة ما ينكبر يقبع ودبات إرترا كم تقبو لعول أثاويتات متان كفريا وقلت تحديثا أما على بقوا عقل قلوت كم زعلا مقبار يقبع جينا حيلتات من كل خال إرترا نثابو سنة سندوك تقول بيتو سن حمريت إرترا حرا أو سيو نحد من شهلاو ياو سقات جزءاتاو ملعنات لعلاونة نحنتن هاجر إرترا كوين السنحة وجلة بوحدو نجزيو آليو ويادخي موال هدخي موالون التاريخ وعاوت نهاجراو نحنت هاجر إرترا جزءاتاو ملعنات إرتران إثيوبيان كنا نرجعت نايتزوا بعابيو هياو أبو الكتربيري حيلتات من كل خال إرترا نتنعو إلى ما زجاري أقدمو استوتنا بغلوتات ناي سنتات صوتاو عمسن زمتان انت اللاي من بار ناي زي فتحو بينه وإقراتات زتمسرته وفر طبعني استدفع في زي مهني صوتات بمبدع تلقوه فسمو نبها قلوب عود تملسو التاريخ وعود أبتزوبا ندحنت هاجر إرترا زربح حدش أسلال في حيلتاتن حدش وتهدروا ميزان حيلنا مسيوعه دحر هاجر إرترا دحنت هاجر إرترا كبهال كله بين انتاي مالك هاجراو دحنت وتهدراون زي وتهدراون مرات علوه كين يوم محاس أكلاو دحنت نحنت هاجرن حزبان هاجراو دحنت كتباو دحنت وحسنت مقبي أكبابياو دحنت وحسنت ساعات كوري سايبراو دحنت يتغالب ترجمو بقدام النت دحنتن صقان حزب إرترا أبحرنت سلام رهوان زتمال هيوت من بعد مالتي ترجم هاجراو دحنت مباركس نن حد حدهم زملالو دي نصاصلو بوليتيكاوي قطباوي وتهدراون دبلوماسيون بعتاتات يتغالب نتأمل بزيادة من الصار زعبا نفس وكف نازم تملال اعتباطات هاجراو دحنت زياتهم أحسن بلي كجلسي قدامي بوليتيكاو دحنت رجعتنا حدا أب حسوم مرقصي زي كونس أب جزءات حجز تمسرته محبراو سرعات يملكن إذا خا زي بيتاون أهجراون جزءات حج مالتي بسمة أجلال ساعة بوليتيكاو دحنت بكراتنا من قستاو مرقصتي جهسة سبعة مسلات مقصوقات حزبي هندبتاو طفات حلوات مالتي لعلو كل دما سبعة دحنت حزبي عند مسألة ناي بوليتيكاو دحنتي سبعة دحنت انتهي مالتي ودك حبرات هاجرات من سبعة دحنت كم دحنت حزبي كابتنيت كاب حمام مرقصتن انت لاي كاب زرقتات ناي معلتاوي هوت غيري ورصو تتأمر كم قطباو دحنت أكبابياو دحنت وحسنت مقوي وحسنت عنا والقاو دحنت كماو دحنت بوليتيكاو دحنت من كل خالق أنستيون وحدان ذا أمسلو بعتاتا يتغالب كالاي قطباو دحنت قطباو دحنت زسفل حدا من قستي نبحرياون سبعاون سقاتات نيتهاجر نتهاجراو قطبان من عبال نزم محدري يتقند ممزن قطباو دحنت نحنت هاجر يتقطبا نزيقاتاتا شغلت نمفتار هابتن مفراي كوني رهوان نصاف زبلو عقمي بما سرتو قطباو دحنت نتعن حقوق هاجراو دحنت زقوم
عقمي مكلخال هاجر يوصل كوتا قرعي كتابا نيرترا أبتي أب عزقتي وكت استشممه تقاري زيرو زوبا ويقولوا بقى كم سرتنا قرعي هاجراو دحنا زجلجل زتعممن عقمي مكلخال نمسسان يخير سالساي وتهدراو دحنت وتهدراو دحنت أواننتن أكابل ناي أدمعي بقعت قدتم زلو بطق سراوي كم قدنتاو أكال ناي زتعممن عقم هاجراو مكلخال يمركوس رجوع محبراو سرعات سفيحن ملؤ سرات حزبي سسان قطواو لمعات زمناو سنفلتتن سنكينتن ناي متكام عقمي كله يدلي إذا دما أبز موائل ناي لعل سنكينة زخونة مبدأ سران حدين كبلا زمننا كسمات قبراو فئلتنا تقاقمان ناي معقول سرعة أصوار زمناو وتهدراو سنفلتتن سنكينتن يحقف رابعاي توقساوي دبلوماسي أقد داس مسارحنا حقراو دحنتي دبلوماسي لك كمكينات ملك أفتح بوليتيكا ومقصدتا بوليتيكا بخال من قدي بزح أوان دبلوماسي كم متكعتا وكم ملعتا نايكوينات بعد معنتي السلاسل كم متكعتا أبد السلاسل الأوان كوينات كم برع يهون تسابقوتات كم معراج كدحني خير كم ملعتا نايكوينات أبد السلاسل الأوان دما وتهدراو عود هاجراو دحنت كم زو حسن من الرقاص يحجز أجمعي مسلسل بوليتيكا وعلاماتات بوكينات أبحاد أوان توقساو دبلوماسن أجمعي وحزين أي كسال أوانا وحابيتان موفار يحدد حجينا زوم أدليت بأتاتات ناي هاجراو دحنت زياتهم كم ممزني بمتكام بس كانت لهم يا هاجر نازل لو تشبط كون النت نجمع إذا هاجرنا زلوا كونت مشجس وسيت نايتي تمنجستي أبزن زحلفها سلاسان كلتن حمتاتنا ناتنت زتخطلوا ميلان زفت صمود تجارات المخانون أزيل الصبي فت مزكاة عيقنا حزب إرترا دحري سلاسان كلتن حمتاتنا ناتنت لومي أبستمع لهوت ناي حرنت سلام الرهوان زنبر دحنة سجان اللوجي البوليتيكا ودحنة بزملكت التعبيتات زلوا كونن أمانات صموتي بوليتيكا ودحنت هنا صنع حدا أبجزات حجز تمسرته رجوع محبرة وسرعات يحدد تكبار قوام إرترا جزات حجي كم أدلاي كنت نرجوع محبرة وسرعات تتكل بتوسخي للبوليتيكا ومعدي خفت مسرته وحرنتات المسارات حزب إرترا يبحث سواء ودحنت حزب إرترا يعزز مرققات قطباو دحنت مخفاتنا يتقطباو معدن نتهاجراو قطبا زمعبل قرعي محدرا هاجراو سقاتات يحدد قطباو المعاد شغلات يفتر هبتي يفري رهواي يقوناسف قطباو دحنت زبيتاو وفري يتبابعن إرتراويان وانتنياتات أبكنا أبكالوت هاجرات ناب هاجروم تمارسهم كوفرو قبل سبو هبت خفريو نهاجراو لمعاتا وركتوه قولو يسحب بتوساخي قداماو قطاو وفري يتبابع أبزي قطاو دحنت مسرس سسان عقم مكل هادن هاجراو دحنتن نحادا هاجر من بسم خانو كسمرولو إدلي نوتهدراو دحنت بزملكت إرترالومي بمن صرتن بتزمع دي زدخ ما برا بتا وقعتنا يقتم زلو هاجر كلاخل زخيل بتوق سراب تالوا كوينو جن نزنا يمكل خال عقمزن معقابن من بنفعن محلتات مكل خال إرترا موياونت ملباس اتقو كونينا إذن كتصور المواقراتو مزمان زتمالئن الناس السنة زخيدن سرت زبي مسفح سسان قطباو المعات مسلسال تكنيكا وعقمون قبراو كلتون مهناس يحدد بتوسخي هاجراو أقولقلوت موقلاو شتتاتون موقع خدمة من إساعات كاب هاجر المقطع وني نور بزحي ويسسن فرت حزب ونمفعل بمسرت عنقصات المنفس نايت زقوم أواج وصل 8 كلتشن شعتين 9 حمشتن
كتقبل يتقلب بمعنى قداسنت دبلوماسي بيتشت المفتاح كينات الموقع تصابؤتات المسحال كوني بوليتيكاو علاماتات كينات شوت الموقع كوافر زخيل أدلاي مسارح هاجراو دحنتي دبلوماسي إرترالومي بمدقفتان يتحيلتات من كل خال إرتراز مزقو وتهدرا عاوتن زخفلو مسوعتن لذا قداس مسارح زين ومتقام لازم بسلسل شتاتات من الرجاز كسرح يقطع حالي وقعوا أفلطو إثيوبيا لتم مجزعتها وعلى استدارة الدوب إرترال إثيوبيا كلته أكلام مملكات مجزعتها وعلى الدوب مثل مملكات مملكات كوميشن دوب إرترال إثيوبيا بزساني أقل سلسته أقراو دقفن تفلاتنتن نتحضراو دولن أكلاوي مملكاتهم أمود أتاتن تاني بنصور استملكتن أقراو تفلاتنت زولو اندوب مسعي قساتات العلاونتن قزاتا مولنتن إرتران موقاب يحجز كم دلدل مسارات نباري سلام بس إثيوبيا يقلقل دحنت هاجر إرترا يوحس أبزين زيادة 3 عامات أبسلطان صنحل أوان بريزيدنت هاجر إرترا قوام إرترا متقارن جزءات حقي مسفانن أبيو صنيحو أب كندو أب لعلة حجز أخبر بتن زمانات زنبابرو دنجوج حقين دابو زحبان حبرتسب كحتاو جزءات سب أسجدتو هنساتنا يتكبراو من قستاو مسارع سراري من قستاو أكلات كله زسرح من محداراو تكالات عنكيفو التسرعات قوامو محدراك تكل أساتا في البوليتيكا خدعتاتو محبراو قسقاسة خمسة يغون وطباك معبل دليتهن كإلت حيصنها مسرت أو طلبات الزمالك كوني أدليت محبراو أقول قلتات زغرب وطباك معبل أيك علم إذا بقدم النت سأل سناي دليت مخانو نصوري إذا عزيز دنسو جرينبيت دما إذا بريزيدنت إذا أبتهاجر بقوة أكلاون محبراون تحت قلت يكون أدلاي هزواو أقول قلتاتنا أطحن زي مهلاو زوج كاس يتنلع ل3 عامات تسعن حمم حضارو كنسو حلافنته كم زي كنا المثال بتدقاقا بتسمعوا أشكع لي بالدعاء بتودعو سعبين ملاتاتن تقباراتن من قستي نتوم استفلا ليو بأتاتات هاقراو دحنت زداخلن العلاونة هاقري إرتراز بالدع المخانو كم حقيق متصوري سلازي دما السرعات نتهاقر بقبو كم حدا يكون مسرت أو طلبات كم مالك كم زي كل بقري أرئي ديمقراطيا ومنزع سلطان بحزبي كابز قبا نوح بزي قويت مسرت أو الرعاية متكال قواما محدرا لومي قداي هاقراو دحنت قداي هلاوي أو عدلاينت نقصال من بارن رهوان نهينا صار العلاوي هاقر إرترا كوينو كنز خوني رجوع سجقرنا بجزءات حقي من الرجاز بإرترا واننت اللي هاجر بقول لو تمدرخ لعل اللاينت علوه حرمنياتات إرتراويان أوشتنا وزاهن رجوع سجقرنا قوامة ومحدرة أمنسا إجامة من المركات كالسم كوهالون بحبار كسرحون يقبع إري بلاتفورم أبزنز حدثا 6 عامات برو ديمقراطيا وبجلتاتن تنطاطفتو الكسباتن النعكبت الموهاد حساباتن صقاتاتن بموهلال المطرناف لوطن رجوع سجقرنا قوام محدرانا بإرترا أم مدقاف المتحبار زعلمية تخطاتالي سيمبوزيمات كاكاي صنيحو كم مقصلتانا يسعر زي دما إري بلاتفورم نزينا يزعمل زي تخطالي وعلا إريترا سيمبوزيم كنت عشان 23 أفتحتي موحاسد حنتين العلاونتين إرتراز بالتما يسلاسلار كم تلمود سيمبوزيم إرتراح تشحن 23 بزم صعب علاماتات علوه حادي برطب حبريتا استسنية زتي أبلوك نتات إرترا مسلاتن بقوع مدب سراح ممان كلته أو عواتات نايتم زحالف سيمبوزيمات بالناس أم مسلسل رجوع سجقرنا قواما محترا موهادن متحببارن معزاز سلسته أمونغو برو ديمقراطيا إرتراويان تنطاطفتي أبداسبورا مربب حد حداو ركب المخصباسن متحققازن مدرخ موجودات إذا جهدن كفتن لزبن مسلا زعلنا سيمبوزيوم
سيمبوزيوم زي أب حمشت استزامدون تملالاتن تماو بانلات انت لا حدا بانل حفشا حتن السن زتودبي نفس وقف بانل بوكل بخلته عرفتن حدا على زابن صومي بانل حدا روحيتات هاجراو دحنت هاجر إرترا بانل كلته من قد نبار سلام أمون إرتران إثيوبيان بانل سلسته مدرخ هاجر بوكل سجلنا قوام محدرا بانل أربعة مدرخ حفشا وحتن مرسن بانل حمشته رنافه أم كل خال هاجراو دحنت أمود عتات تاني حزبي إرترا لك كم زقون كال حزبي أملا عالم أب حرنت سلام رهوان استمالي هيوت منبار دحنة صقان يقبوي إرتراويان أب تحت جزءات الحقي مسرة وحرنتات مسلات كرهو يقبو من زي جهاز مسل الرومن نحنا إرتراويان أب جزء أجرنا بخبرة زنبر سبعة دحنة يقبعنا أب إرترا قوام محدران متكال سبعة دحنة علامة هزبي إرتران من الرقاق دحنة العلاونة جزءاتها وملنة هاجر إرتران موحاس متبع ديمقراطية ومسلن هاجراو إنزاجنة مهانو بلبي أمن سلازم بقار سبعة دحنة هزبي إرتراز عززن دحنة العلاونة هاجر إرتراز وحسن هاجر بقول رجوع سجرنا قوام محدران مدرة زكالنا أبركتون مقبار نوهاجن حبيبنا نسرح عوس سيمبوزيوم بقولنا أتمنى خدمنا ناس على علاوة هاجر إرترا للعالم وحبين جاكان سمعتاتنا فتاوين إرتران حزواني بارغ سنلكم سلسة معكمني بلبدا مسكن أعزائي المشاركين في ندوة إريتريا 2023 اسمحوا لي أن أستهل ندوتنا اليوم بالترحيب بكم ترحيبا حارا مع تمنياتي مرة أخرى لكم ولجميع أبناء شعبنا بأن يكون عام 2023 أكثر سعادة وازدهارا. كما أتقدم إليكم بجزيل الشكر على تلبيتكم الدعوة وتكبدكم مشاق السفر إلى هنا قادمين من كندا وأوروبا والولايات المتحدة للمشاركة في هذه الندوة التي تعقد في وقت حاسم وحرج تمر به ظروف الأمن القومي لإريتريا. نجتمع اليوم هنا تحت شعار حماية أمن إريتريا وسيادتها لمناقشة الوضع الراهن في بلدنا الحبيب والبحث عن أرضية للعمل المشترك للمساهمة في الحفاظ على أمنها وسيادتها من خلال الدفاع والسعي الفعال لإرساء مؤسسات سيادة القانون. عانى الشعب الإريتري لأكثر من نصف قرن من ويلات خوض حروب التحرير تحرير الوطن مطولة ومن القهر والتنكيل الداخلي والعدوان الخارجي. وبعد 5 سنوات من انتصار الكفاح المسلح وتحقيق الاستقلال هرمت النتائج الموضوعية الناجمة عن المخاطر المزدوجة للقهر الداخلي والعدوان الخارجي للشعب الإريتري من ظروف الأمن الإنسانية الأساسية وأدت إلى تدهور أوضاعه الإنسانية. فقد انتهك المستبد الحاقد الذي اغتصب سلطة الدولة صلاحياته المؤقتة الممنوحة له خلال الفترة الانتقالية وعامل الشعب الإريتري كمجرد أشياء لا غير، وشرع يدير إريتريا كإقطاعية خاصة وأصبح يتصرف في الدولة وموارد البلاد كممتلكات شخصية، وأصبح المواطنون محرومون من الحريات والحقوق الأساسية ولا رأي لهم في السياسات والممارسة التي تتحكم في حياتهم وسبل عيشهم ورزقهم. وتحت ستار حجج واهية تتدرع بحماية الأمن القومي فرض النظام ديكتاتورية وحشية وأغلق أي مساحة للحرية في الفضاء السياسي والاقتصادي وعزل البلاد. لقد فشل النظام في استغلال موارد إريتريا الطبيعية وفي الاستفادة من الأهمية الجيو استراتيجية والجيو اقتصادية والجيو سياسية لموقع إريتريا وفي تسخير كل هذه المزايا لتطوير البلاد وتحسين مستوى معيشة الشعب. هناك حاجة ماسة للشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة وإدارة أنشطة الحكومة التجارية والمالية العامة، ويجب استخدام عائدات قطاع التعدين المربح لإنعاش وإعادة بناء اقتصاد الكوبون المدمر، فضلا عن أنه ينبغي
أن يوضع حد لنمط حياة عيش الكفاف المفروض على شعبنا، والذي يرتكز على بيع حصص هزيلة من المواد التمويلية للمواطنين. ومن الأمور البائسة المخزية للنظام هو الحالة التعيسة التي يعيشها شعبنا، والحالة المزرية التي نعاني منها أو تعاني منها المدن والبلدات والموانئ الإرثية، فالمباني متداعية والشوارع مليئة بالحفر والتصدعات، وأصبحت في حالة يرثى لها. والحظر الذي فرضه النظام منذ فترة طويلة على قطاع البناء الحيوي للغاية يجب أن يرفع فورا من أجل حل أزمة النقص الحاد في المباني السكنية. يجب إجراء صيانة وتجديد عاجل لأنظمة الإمدادات وتوصيل الطاقة والمياه من أجل الوقف النهائي لفترات الانقطاع المتواصلة. وفي ذات السياق يجب صيانة الموانئ الإرثية والاستفادة منها بشكل عاجل لجلب إيرادات قيمة. وعلى الصعيد الآخر قامت قوات الدفاع الإرثية شجاعة بتحرير الأراضي الحدودية الإرثية التي كانت محتلة حتى الأمس القريب، وقضت بشكل كبير على الأقل في الوقت الراهن والمستقبل المنظور على مصدر تهديد وجودي لأمن وسلامة أراضي لأمن دولة إريتريا القومي. على الأقل في الوقت الحالي والمستقبل المنظور على مصدر تهديد وجودي لأمن وسلامة أراضي وسيادة دولة إريتريا. هذا الانتصار قدم مساهمة حيوية لأمن دولة إريتريا القومي والوحدة وسلامة أراضي إريتريا وإثيوبيا والاستقرار المنطقة ككل. وقد أنجزت قوات الدفاع الإريترية مهمتها بشكل فعال وعادت إلى أرض الوطن ظافرة منتصرة بعد أن تحدت كافة الضغوط غير المبررة التي استهدفت شيطنتها من خلال شن حملة تشويه منظمة ترتكز على ادعاءات ومزاعم ملفقة عن ارتكاب مجازر عبادة جماعية وممارسة العنف الجنسي والنهب وفرض عقوبات جائرة من جانب واحد. من ناحية أخرى أدى هذا الانتصار إلى إعادة تنظيم جديد للقوى وخلق ظروف توازن عسكري جديد في المنطقة مواتية لأمن دولة إريتريا. فماذا يعني إذن الأمن القومي؟ للأمن القومي أبعاد عسكرية وغير عسكرية، فعلاوة على حماية السلامة المادية للدولة وشعبها يشمل مفهوم الأمن القومي مسائل الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والأمن البيئي وأمن الطاقة والأمن السيبراني. وهذا يعني قبل كل شيء تحقيق أمن ورفاهية الشعب ليعيش حياة هنيئة في حرية وسلام ورخاء. وبناء على ذلك يمكن القول أن مفهوم الأمن القومي يشمل عناصر التكامل السياسي والاقتصادي والعسكري والدبلوماسي التي تكمل بعضها البعض. واسمحوا لي هنا أن أبدي ملاحظات موجزة حول كل عنصر من هذه العناصر الأساسية للأمن القومي. أولا، يشير الأمن السياسي إلى استقرار النظام الاجتماعي القائم على سيادة القانون، وهذا يعني سيادة حكم القانون المحلي والدولي على حد سواء. باختصار، الأمن السياسي يعني غياب القمع الحكومي واختفاء انتهاك حقوق الإنسان وسوء المعاملة والإكراه. يعتمد الأمن السياسي قبل كل شيء على الأمن الإنساني للشعب. ما الذي يشكل الأمن الإنساني؟ تعرف الأمم المتحدة الأمن الإنساني بأنه سلامة وخلاص الناس من الجوع والمرض والقمع، بما في ذلك اضطرابات الحياة اليومية. المفهوم يشمل الأمن الاقتصادي والأمن البيئي والأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الشخصي، وكذا الأمن المجتمعي والأمن السياسي وحماية النساء والأقليات. ثانيا، يتحقق الأمن الاقتصادي عندما تدير الدولة الموارد الطبيعية والبشرية للأمة من أجل تطوير الاقتصاد الوطني. قدرة اقتصاد الدولة على إيجاد الوظائف وخلق فرص العمل وإنتاج الثروة وتحقيق الرخاء لمواطنيها يشكل الأساس لقياس أمنها الاقتصادي. ويحدد الأمن الاقتصادي بشكل أساسي القدرة الدفاعية للدولة، والتي بدورها تؤثر على أمنها القومي. ويمكن للاقتصاد المعافى أن يمكن إريتريا من الاحتفاظ بقدرة دفاعية ذات مصداقية توفر الأساس لأمن قومي متين في منطقة متقلبة غارقة في اضطرابات مستمرة. ثالثا، يعتمد الأمن العسكري على الامتلاك والمحافظة على قوات مسلحة تتمتع بقدرة قتالية فعالة كعنصر لا غنى عنه لبناء قدرة دفاعية وطنية ذات مصداقية. وهذا يتطلب توفر
نظام اجتماعي مستقر وقاعدة سكانية واسعة وتنمية اقتصادية مستدامة والقدرة على تطبيق العلوم والتكنولوجيا الحديثة. وبالنسبة لتكنولوجيا قواتنا لتكنولوجيا قرننا 21 الفائقة التطور، فإن ذلك يشمل اقتناء ومعرفة وتطبيق أنظمة تسليح متطورة وعلوم عسكرية وتكنولوجيا حديثتين. رابعا، تمثل الدبلوماسية الاستباقية أداة أساسية لتحقيق الأمن القومي، والدبلوماسية مثل الحرب في امتداد للسياسة بوسائل أخرى، وغالبا ما يتم استخدامها بشكل فعال إما كملف بديل أو كمكمل للحرب. عند استخدامها كبديل فإنها يمكن أن تمنع اندلاع الحرب أو تصعيد الأعمال العدائية، أما عندما يتم استخدامها كوسيلة مكملة للحرب فإنها تساعد على ضمان أن يؤدي الانتصار العسكري إلى تعزيز الأمن القومي. السعي الفعال لتحقيق أهداف سياسية من خلال الحرب يتطلب الاستخدام المتزامن للدبلوماسية الاستباقية وتدفق المعلومات في الوقت المناسب. الآن وباستخدام هذه العناصر الأساسية للأمن القومي اسمح لي أن أقيم الواقع الفعلي في إريتريا اليوم، وهو واقع قد جاء كمحصلة للسياسات والممارسات التي تنتهجها الحكومة خلال 32 عاما الماضية. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل ينعم الشعب الإريتري بالأمن والرفاهية الذي يمكنه من العيش الهاني والتمتع بالحرية والسلام والاستقرار؟ أما فيما يتعلق بالأمن السياسي فإن الواقع على الأرض مقلق للغاية. فالأمن السياسي يتطلب بناء نظام اجتماعي مستقر يرتكز على سيادة القانون، ومن شأن تطبيق الدستور الإريتري أن يرسخ سيادة القانون كشرط ضروري لإقامة نظام اجتماعي مستقر، كما أنه سيفتح المجال السياسي ويحمي الحريات والحقوق الأساسية للشعب الإريتري ويعزز من مستوى أمنه الإنساني. أما الأمن الاقتصادي فيتطلب فتح المجال الاقتصادي والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية والبشرية للبلاد من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، ومن شأن هذه الإجراءات أن تساعد في خلق فرص العمل والوظائف وإنتاج الثروة وتحقيق الرخاء للشعب، كما أنها ستشجع الاستثمار المحلي وتعمل على جذب رواد الأعمال الإريتريين وتحفزهم على العودة إلى ديارهم ليستثمروا ويكونوا الثروة ويساهموا في التنمية الوطنية في بلدهم وليس في دول أخرى. علاوة على ذلك سوف تساعد هذه الإجراءات على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأود أن أؤكد هنا أن الأمن الاقتصادي يشكل أساس القدرة الدفاعية والأمن القومي المستديمين للدولة. وفيما يتعلق بالأمن العسكري فإن إريتريا تمتلك اليوم قوات مسلحة تتمتع بقدرة دفاعية فعالة قادرة على الدفاع عن الوطن في مواجهة جيرانها الأضعف نسبيا. الحفاظ على هذه القدرة الدفاعية وتعزيزها تتطلب احتراف قوات الدفاع الإريترية وتحديث العتاد والمعدات وهياكل القيادة والتحكم والحفاظ على قاعدة سكانية صلبة والسعي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وبناء القدرة والمعرفة التقنية. وعلاوة على ذلك فإنه يتطلب تطبيق نظام الخدمة الوطنية وفقا لأحكام وروح مرسومه التأسيسي رقم 82 لعام 1995 بقية تحقيق أهدافه الأصلية والعقول دون فرار الشباب من البلاد وتمكين القاعدة السكانية من التوسع بشكل طبيعي. بنفس القدر من الأهمية يمكن استخدام الدبلوماسية كأداة أساسية للأمن القومي عند حل النزاع أو منع الحرب أو تصعيد الأعمال العدائية أو تحقيق الأهداف السياسية للحرب. وباستخدام هذه الأداة الحيوية يجب على الدبلوماسية الإريترية اليوم الاستفادة من إنجازات جيشها والتضحيات المصاحبة لها لتأمين: 1. اعتراف إثيوبيا بالمعاهدة الاستعمارية الحدودية بين إريتريا وإثيوبيا. 2. الترسيم المادي للحدود المتفق عليها ثنائيا بما يتماشى من توجيهات مفوضية ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا. 3. التأييد والاعتراف الدولي بالحدود وترسيمها. ومن شأن وجود حدود واضحة المعالم ومعترف بها دوليا أن يساعد في تجنب أي انتهاكات مستقبلية لسيادة إريتريا وسلامة ووحدة ترابها، مما يشكل أساسا متينا لتعزيز الأمن القومي ولإقامة سلام دائم مع إثيوبيا. خلال أكثر من 30 عاما في السلطة كان رئيس إريتريا غير راغب في تطبيق الدستور الإريتري وإرسال سيادة القانون، وبدلا من ذلك فرض نظام حكم فردي مزاجي متقلب على هذا المجتمع الذي يحترم القانون تقليديا ويتباهى بأنه ورث نظام قانوني من الأجداد
وقام هذا النظام بعرقلة بناء جهاز دولة فاعل أو مؤسسة إدارية تنفيذية حيوية. ومن الواضح أن النظام كان غير راقب وغير قادر على إقامة حكم دستوري أو في دفع العملية السياسية أو تحقيق التقدم الاجتماعي أو تطوير الاقتصاد الوطني لتلبية الاحتياجات الأساسية وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية والسلع الحيوية للشعب. ومن الواضح تماما أن النتائج الموضوعية للسياسات وممارسات الحكومة تفرض مختلف عناصر الأمن القومي وتهدد سيادة الدولة الإرثية، ولهذا فقد النظام امتياز حكم البلاد. لقد تأخر تسليم السلطة للشعب لزمن طويل، وأصبح واضحا أن إنشاء حكم دستوري أصبح يعني بشكل أساسي إنه مسألة تتعلق بالأمن القومي، وأنه ضرورة وجودية لاستمرار بقاء الدولة الإرثية المستقلة ذات السيادة. ولهذا هناك حاجة ماسة لبلورة عملية تغيير تكون إرثية الهوية والمنشأ من أجل ضمان انتقال سلس إلى الحكم الدستوري. وبغض النظر عن مواقفهم السياسية، يجب على الوطنيين الإرثريين داخل أرض الوطن والشتات أن يتحدوا ويعملوا معا للمساهمة في تحقيق الانتقال السلسي نحو الحكم الدستوري. لقد دابت منصة المنبر الإرثري بلاتفورم خلال السنوات الست الماضية على عقد ندوات مصممة للجمع بين الجماعات والأفراد الناشطين المؤيدين للديمقراطية بهدف تجميع وتمجيد الأفكار والموارد والتعاون من أجل دعم التغيير وإحداث الانتقال السلسي في إريتريا. ومواصلة لهذه الجهود ومتابعة لما مضى، يعقد المنبر الإريتري الآن ندوة إريتريا 23 تحت شعار حماية أمن وسيادة إريتريا تماشيا مع النهج السابق. وتهدف ندوة إريتريا 2023 إلى 1. تسهيل إجراء نقاش مستنير للوضع الراهن في إريتريا واقتراح خطط عمل مناسبة. 2. توفير منبر للربط والتعاون بين النشطاء الإريتريين المؤيدين للديمقراطية في الشتات. 3. البناء على مكتسبات الندوات السابقة لتعزيز الاندماج والتعاون في سبيل السعي لتأمين الانتقال السلس إلى الحكم الدستوري. في سبيل تسهيل إجراء حوارات صريحة ومفتوحة، تم تصميم هذه الندوة وتنظيمها في 5 حلقات نقاش مواضيعها مترابطة وتكمل بعضها البعض، بما في ذلك عقد جلسة لطرح أسئلة عامة وتقديم الأجوبة لها. كل حلقة نقاش تألف من مقدمين ومنسق. الجلسة الأولى أو الحلقة الأولى عوامل الأمن القومي لدولة إريتريا. الجلسة الثانية الطريق إلى عقد سلام دائم بين إريتريا وإثيوبيا. الجلسة الثالثة تحفيز الانتقال نحو الحكم الدستوري من الداخل. الجلسة الرابعة جلسة أسئلة وأجوبة. الجلسة الخامسة الاتحاد من أجل الدفاع عن الأمن القومي. في خلاصة التحليل النهائي، يحق للشعب الإريتري مثل الشعوب الأخرى في جميع أنحاء العالم أن ينعم بالأمن والرفاهية ليعيش حياة مفعمة بالحرية والسلام والازدهار. فالإريتريون يستحقون بل لهم حق غير قابل للتصرف أن يتمتعوا بالحريات والحقوق الأساسية بموجب القانون، كما يستحق الإريتريون أن ينعموا بالأمن الإنساني ليعيشوا بكرامة. أعتقد اعتقادا راسخا أن المطالبة بإقامة حكم دستوري وتوفير الأمن الإنساني وتأمين سيادة الشعب الإريتري والأمن القومي والسيادة الوطنية وسلامة أمن التراب الوطني لدولة إريتريا حق ديمقراطي ومسؤولية وطنية تفرضها المواطنة. لذلك دعونا نتحد ونعمل معا للمساعدة في بلورة الانتقال السلسي من الداخل نحو الحكم الدستوري الذي يحمي أمن وسيادة دولة إريتريا وتعزيز الأمن الإنساني للشعب الإريتري. في الختام، أتمنى لكم عقد ندوة ناجحة. شكرا على حسن إصغائكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبطال. عاشت إريتريا دولة مستقلة ذات السيادة. ليبارك الله في إريتريا وشعبها. Dear participants of Eritrea Symposium 2023, I would like to start our symposium today by extending you all a very warm welcome and wishing you all and our people once again a more fulfilling and prosperous 2023. I would also like to thank you all for coming here from Canada, Europe, and the United States to participate in this symposium at a crucial moment in the status of Eritrea's national security. We are gathered here under the theme of safeguarding Eritrea's security and sovereignty to discuss the present situation in our beloved country
and seek common ground for joint action to help safeguard its security and sovereignty through effective advocacy for the institution of the rule of law. For over 60 years, the Eritrean people have endured a protracted war of national liberation, domestic oppression, and external aggression. Following the victory of the armed struggle and 5 years of independence, the double jeopardy of domestic oppression and external aggression have deprived the Eritrean people of basic human security and degraded their human condition. Usurping state power in defiance of his transitional mandate, a malevolent autocrat has treated the Eritrean people as objects, ran Eritrea as a private fiefdom, and dispensed with state assets and national resources like personal property. Citizens are deprived of fundamental freedoms and rights. They have no say in the policies and practices that govern their lives and determine their livelihoods. Under the flimsy guise of national security, the regime has imposed a brutal dictatorship, closed political and economic space, isolated the country, and pushed the youth into mass exodus. It has failed to capitalize on Eritrea's ample resource base and significant geostrategic, geoeconomic, and geopolitical advantages to develop the country and improve the livelihood of the people. There is thus a paramount need for change in the conduct of the affairs of state, the management of the business of government, and the treatment of public finance. There must be transparent and accountable management of state revenues and expenditures. The revenues from the highly lucrative mining sector must be used to revive and rebuild the ruined coupon economy. The bare subsistence of the Eritrean people on meager rations must come to an end. It's shame on the regime that our people wallow in misery while our cities and ports languish in a state of decay, with their dilapidated buildings and potholed streets lying in utter disrepair. The ban long imposed on the economically important construction sector should be lifted immediately to resolve the acute shortage of housing. Urgent renovation of power and water supply and delivery systems must be undertaken to end extended stoppages. Eritrea's ports must be serviced and used as a matter of urgency to generate valuable revenues. The gallant Eritrean Defense Forces have liberated hitherto occupied Eritrean territory in the borderlands and significantly degraded a source of existential threat to the security, territorial integrity, and sovereignty of the state of Eritrea, at least for the short term. The victory makes a vital contribution to the national security of the state of Eritrea, the territorial integrity of Eritrea and Ethiopia, and the stability of the region. Defying unwarranted pressures instigated by a targeted smear campaign of defamation based on premeditated allegations of genocide, sexual violence, and looting, including the imposition of unjust unilateral sanctions, the Eritrean Defense Forces have effectively accomplished their mission and returned home in triumph. The historic victory has brought about a new realignment of forces and a new military balance in the region, favorable to the security of the state of Eritrea. But what do we mean by the security of the state of Eritrea? National security has both military and non-military dimensions. Beyond safeguarding the physical safety of a state and its people, national security includes economic security, food security, environmental security, energy security, and cyber security. It means, first and foremost, the security and well-being of the Eritrean people to lead a fulfilling life in freedom, peace, and prosperity. The meaning of national security thus comprises integral political, economic, military, and diplomatic elements that complement each other.
Let me make brief remarks on each of these integral elements of national security. First, political security denotes the stability of a social order based not on severe repression but on the rule of law, meaning the rule of both domestic and international law. In concise terms, political security is the absence of government repression, violation of human rights, ill treatment, and enforced disappearance. Above all, political security depends on the human security of the people. What constitutes human security? The UN defines human security as the safety of the people from hunger, disease, and repression, including disruptions of daily life. The concept includes economic security, environmental security, food security, health security, personal security, community security, political security, and the protection of women and minorities. Second, economic security prevails when a state manages a nation's natural and human resources to develop the national economy. The ability of a nation's economy to create employment, produce wealth, and generate prosperity for its citizens constitutes the primary measure of its economic security. Essentially, economic security determines the state's defense capability, which in turn impacts its national security. A sound economy would enable Eritrea to sustain a credible defense capability at the foundation of a sound national security in a volatile region mired in constant turbulence. Third, military security is predicated on the possession and maintenance of combat-effective armed forces as an indispensable component of a credible national defense capability. It requires a stable social order, an ample and intact population base, sustainable economic development, and a capacity to apply modern science and technology. In our high-tech 21st century, these include the acquisition, know-how, and application of advanced weapons systems, modern military science, and technology. Fourth, proactive diplomacy represents an essential tool of national security. Diplomacy, like war, is an extension of politics by other means. It is often effectively deployed, either as a substitute or as a complement of war. When deployed as a substitute, it can prevent the outbreak of war or the escalation of hostilities. When deployed as a complement of war, it helps ensure that military victory promotes national security. The effective pursuit of political objectives through war requires the simultaneous deployment of proactive diplomacy and effective communication, feeding a constant flow of timely information. Now, using these essential elements of national security, let us assess the actual reality in Eritrea today. It is, of course, quite clear that the prevailing reality in our country is the outcome of the policies and practices pursued by the government during the past 32 years. Do the Eritrean people have the security and well-being to lead a fulfilling life in freedom, peace, and prosperity today? As regards political security, the reality on the ground is extremely dismal. Political security requires building a stable social order based on the rule of law. The application of the Constitution of Eritrea will establish the rule of law as a necessary condition for a stable social order. It will also open the political space, safeguard the fundamental freedoms and rights of the Eritrean people, and enhance their human security. Economic security requires the opening of the economic space and the prudent management of national resources to develop the economy. Economic development creates employment, produces wealth, and generates prosperity. Economic security would encourage domestic investment and attract Eritrean entrepreneurs to return home to invest, flourish, and create wealth and contribute to national development in their own country rather than in other countries. It will also attract foreign direct investment. I would like to underscore here
that economic security is the foundation of a state's sustainable defense capability and national security. As regards military security, Eritrea today possesses combat-effective armed forces capable of national defense vis-à-vis its relatively weaker neighbors. Sustaining and enhancing this defense capability requires the professionalization of the Eritrean Defense Forces, the modernization of its equipment and command and control structures, the maintenance of an intact and growing population base, the pursuit of sustainable economic development, and the building of technical capacity and know-how. Furthermore, it requires the implementation of national service in accordance with the terms and spirit of its establishing proclamation 82/1995 to achieve its original objectives, dissuade the youth from fleeing the country, and enable the normal expansion of the population base. Equally important, diplomacy can be deployed as an essential tool of national security to resolve conflict, prevent war, de-escalate hostilities, or achieve the political objectives of war. Deploying this vital tool, Eritrea's diplomacy today must leverage its military achievement and the Eritrean Defense Forces' sacrifices to secure, one, Ethiopia's recognition of the Eritrea-Ethiopia colonial treaty border. Two, the physical demarcation of the colonial treaty border in line with the demarcation directions of the Eritrea-Ethiopia Boundary Commission. And three, international support for and recognition of the boundary and its physical demarcation. In the final analysis, a clearly demarcated and internationally recognized boundary would help avert future violations of Eritrea's sovereignty and territorial integrity, serve as a solid foundation for durable peace with Ethiopia, and promote Eritrea's national security. During more than 30 years in power, the President of Eritrea has refused to apply the Constitution of Eritrea and institute rule of law. Instead, he has imposed the capricious rule of man on a law-abiding society, proud of its centuries-old codified customary laws. He has obstructed the building of a functional state apparatus, viable state organs, or operational administrative institutions. The regime has been unwilling and unable to establish constitutional governance, institute participatory politics, attain social progress, or develop the economy. It has failed to provide for basic needs and essential social services. It's obvious that this is primarily due to the lack of goodwill. Quite strangely, the President has the audacity to frequently bemoan the lack of adequate physical and social infrastructure and essential public goods and services in the country, as if his rule of over 30 years is not to blame. It is crystal clear that the objective consequences of the policies and practices of the government undermine the various elements of national security and jeopardize the sovereignty of the state of Eritrea. The regime had thus demonstrated its inability to properly govern the country or provide for the basic needs of the people. The democratic seizure of power by the people has been long overdue. In a fundamental sense, the establishment of constitutional governance has become a matter of national security, an existential necessity for the survival and prosperity of an independent, sovereign state of Eritrea. There is thus a paramount need to crystallize an Eritrean-owned, homegrown change to ensure a stable transition to the rule of law. Patriotic Eritreans at home and in the diaspora must coalesce and work together to contribute to a stable transition to constitutional governance. ERI Platform has, during the past 6 years, conducted successive symposiums designed to gather pro-democracy groups and activist individuals to coalesce, pull ideas and resources together, and collaborate in support of change and stable transition in Eritrea. As a continuation of that effort, ERI Platform is convening this year's follow-up conference, Eritrea Symposium 2023, under the theme of safeguarding Eritrea's security and sovereignty.
In line with past practice, Eritrea Symposium 2023 aims to 1. Facilitate an informed discussion of the current situation in Eritrea and propose appropriate plans of action. 2. Build on the acquis or achievements of past symposiums to enhance coalitions and collaboration in pursuit of a stable transition to constitutional governance. 3. Provide a forum for networking and cooperation among pro-democracy Eritrean activists in the diaspora. Designed to facilitate frank and open dialogue, the symposium is organized in 5 interrelated and complementary thematic panels, including a general question and answer session. Each panel comprises 2 panelists and a moderator. Panel 1, Factors of National Security of the State of Eritrea. Panel 2, A Path to Durable Peace between Eritrea and Ethiopia. Panel 3, Catalyzing Homegrown Transition to Constitutional Governance. Panel 4, General Question and Answer Session. And Panel 5, Coalitions in Defense of National Security. In the final analysis, the Eritrean people, like any other people the world over, deserve security and well-being to lead a fulfilling life in freedom, peace, and prosperity. Eritreans deserve and have an inalienable right to enjoy fundamental freedoms and rights under the rule of law. We Eritreans deserve human security to live in dignity in our own country. I strongly believe that advocacy for the establishment of constitutional governance in Eritrea, the human security and sovereignty of the Eritrean people, and the security, sovereignty, and territorial integrity of the state of Eritrea is a democratic right and a national responsibility of citizenship. Let us thus coalesce and work together to help crystallize a homegrown, stable transition to constitutional governance that promotes the human security of the Eritrean people and safeguards the security and sovereignty of the state of Eritrea. I wish us a successful symposium, eternal glory to our heroic martyrs, long live independence of the sovereign state of Eritrea. God bless Eritrea and its people. Thank you for your kind attention.